السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنعمل النهاردة كده إن شاء الله مع بعض كده صينية بطاطس بيضة مع فراخ. ده البصل أنا هحط له بس ملح عشان ما يعملش ريحة معايا، وطبعا أنا مقطعة بطاطس، هحط له فلفل أسود برضو. البصل مقطعة بطاطس ومقطعة فلفل أخضر، والفراخ طبعا أنا غسلاها ومقطعاها. هحطهم بقى في صينيه واحده كده، وهوريكي طريقه تسويه كده سهله عليكي. جربيها كده هتلاقيها حلوه قوي وتنفعك ان شاء الله في رمضان. كده انا هحطهم كلهم بقى في الصينيه وارجع لك. كده انا حطيت البصل، وطبعا حطيت عليه ايه ملح وفلفل، قلبته كويس قوي في بعضه. وهنزل بقى دلوقتي عليهم بالبطاطس مقطعاه. مش هحط عليها سمنه خالص، انا هستكفى بالسمنه اللي هي نازله من الفراخ بس. هقلبهم بقى مع بعض كده، وهنزل كمان بعد كده عليهم بالفراخ، وهقلب كله مع بعضه، وهرفعها بقى على النار يعني تاخد كده 3/4 سوا او تستوي كمان سوا كامل. وبعد كده بقى ايه هروح بس مدخلاها في الفرن اللي هي تاخد وش بس، لكن مش هسويها تسويه كامله في الفرن. هحطها على النار بتبقى يعني اسرع، وطبعا الواحد عايز ينجز في رمضان وكده، فلما بتكون على النار من فوق بتكون اسرع. هقلبها وارجع لكم تاني. بصي انا كده هولع بقى عليها البوتاجاز كده من فوق، وهغطيها كده بغطا محكم، وهسيبها بقى تستوي ايه على مهلها لغايه ما اعمل جنبها كده شويه رز حبايه وحبايه. بصي هي كده اهي بتغلي اهي، هغطي بقى عليها وهسيبها تاخد سواها خالص، وبعد كده ايه هدخلها الفرن تحت الشوايه شويه بس تاخد لون، لكن هي على البوتاجاز كده بتبقى مستويه سوا كامل. بصوا هي كده غليت اهي. صراحه انا كنت هسيبها تستوي سوا كامل على البوتاجاز من فوق، بس الولاد قالوا لي الجو برد يا ماما ولعي الفرن، دخليها جوه الفرن نهدي يدفي الشقه وتستوي كمان بالمره في الفرن. فهدخلها بقى في الفرن كده عشان حتى ما اولعش الشوايه بعد كده. خلاص تمام. بصي هي كده خلاص اهي استوت، هدخلها بس تحت الشوايه شويه. انا ما حطيتلهاش سمنه خالص. بصي هي كده اهي صينيه البطاطس بعد ما دخلت بقى تحت الشوايه خدت وش اهي، وعملت جنبها ايه كمان شويه رز كده. جربوا بقى طريقه البطاطس دي سهله جدا، وكمان طعمها قوي وخفيفه، تنفع كمان في رمضان، حلوه قوي. الف هنا.